اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. النهاردة هنعمل الخشاف من أحلى حاجات رمضان ومن أحلى روايح رمضان، والخشاف ده حاجة أساسية بناكلها في رمضان. هنعمله النهاردة على أصوله واعملوه بنفس الطريقة، هتعجبكم قوي قوي، وادعولي كده دعوة حلوة خالصة من القلب. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الخشاف بتاعنا ده كلها من حاجات رمضان. معانا مشمشية، قراصية، جوز هند، تين، زبيب، والراعي الرئيسي بتاعنا البلح. زي ما احنا شايفين كده انا هكسر البلح بالكسارة. لو البلح ناشف معاك ومقرمش سهل ان هو تعمليه بالكسارة، اما لو هو طري شوية ممكن تعمليه بالسكينة. كسريه باي طريقة انت عاوزاها، انا هنا بعمله بالكسارة. بعد كده بشيل النوى اللي فيه، تحطيها في طبق لوحدها كده عشان ما تقعش في الطبق اللي فيه البلح. وزي ما احنا عارفين ان القراصية دي مفيدة جدا جدا لانها اصلا هي البرقوق، فحلوة اوي ومفيدة ومغذية كمان للاطفال. انا بجيب البلحة كده من اولها لاخرها بالكسارة. ولو عاوزة تضيفي اي مكسرات في الخشاف لو عندك ضيفيها، حتى لو سوداني بس ما تحاوليش تحطي المكسرات او السوداني مجروش او مكسر، لان لو ضفتيها بحالها بتشرق، سيبيها بحالها كده. هنا انا خلصت البلح بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبدأ اعمل القراصية والمشمشية والتين، هنقطعها مكعبات او مربعات صغيرة. بتقطعيها بالسكينة، بتقطعيها بالمقص زي ما انت عايزة، تقطيع صغير كده حتى عشان اما تيجي تاكليها ما تبقاش كبيرة كده في المعلقة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هي سهلة التقطيع. كده انا خلصت المشمشية. برضو هقطع التين مربعات او مكعبات، اهم حاجة تكون حتت صغيرة. الخشاف ده صنف حلو قوي، ممكن تفطري عليه وممكن تاكليه بعد الفطار. ده صنف حلو قوي لوحده، طعمه جميل جدا جدا، وريحته حلوة قوي. وهنضيف عليه قمر الدين. ممكن تضيفي لبن، ممكن تضيفي عصير برتقان، في ناس بيضيفوا عصير مانجا برضو. انا هنا بقطع القراصية لان زي ما احنا عارفين القراصية بيبقى فيها بذر كده صغير اللي هي البرقوق. طبعا الخشاف بتكتري بتزودي حسب اللي انتي عاوزاه وحسب الكمية اللي انتي عاوزاها. ومش شرط يكون عندك تحطي كل الحاجات دي. لو مش عندك مشمشية مش مشكلة، مش عندك قراصية مش مشكلة، المتاح عندك والموجود عندك وحسب امكانياتك. المهم بتفرحي ولادك وتعملي حاجة حلوة كده جميلة. انا هنا بشيل البذر بتاع القراصية، لازم تشيليه، تقطعيه حتت صغيرة كده حتى هي في السكينة يعني مش جاية معايا بتلزق في السكينة، لان زي ما احنا عارفين القراصية مش جامدة زي التين وزي المشمشية. كده انا خلصت معايا ربع الباكت لقمر الدين. هقطعه كده تقطيع عشوائي على الخشاف بتاعنا، ونزلت عليه بشوية جوز هند.
طبعا القمر الدين اللي احنا شايفينه ده مش هتلاقيه اساسا في الخشاف، مجرد ما تنزل عليه بالمية السخنة هيختفي تماما، هيدوب في الخشاف وهيديله طعم حلو قوي قوي. طبعا كلنا عارفين ان البلح بيبقى مسكر شوية، فهنضطر نضيف معلقتين سكر او 3 معالق سكر. ليه بقى؟ لان القمر الدين ده بتبقى فيه نسبة المزازة عالية، فبتطغي على التسكيرة بتاعت البلح، فبتضيفي معلقتين 3 سكر، ما تزوديش عن كده. وزي ما قلتلك لو مفيش قمر الدين عادي مفيش مشكلة، ممكن تضيفي عصير برتقان، واي نوع مش حباه ما تحطهوش عادي. هنا بقى بضيف السكر، وطبعا يا جماعة السكر حسب الكمية اللي انت عاوزاها، يعني ممكن تكوني عاملة قد الكمية دي مرتين، ممكن اقل منها، بس انا هنا بضيف سكر عشان مزازة القمر الدين. بعد كده بعمل مية سخنة في الكاتل، وبجيب حلة. اهم حاجة بتجيبي حلة وتكون بغطا. الحلة ليه؟ عشان تتحمل المية السخنة. بتنزلي عليها بالخشاف، وبعد كده بتنزلي بالمية السخنة، بتسيبيه ساعة او 2 لحد ما يشرب المية وكل حاجة فيها بتطرى. بعد كده بتدخليه التلاجة حسب بقى ما انتي عاوزة تجيبيه، بعد ساعة، بعد 2، على الفطار، بعد الفطار، لحد ما كل حاجة تشرب المية. وده شكله بعد ما طلع من التلاجة، ريحته وطعمه حكاية. ممكن تضيفي عصير برتقان، ممكن تضيفي لبن، ممكن تضيفي مانجا، ممكن عصير فراولة، اللي انت عاوزاه والموجود عندك والمتاح. صنف حلو قوي قوي. بتحطي مية سخنة عشان تسهل عليكي انه يتعمل بسرعة، وممكن تعمليه بطريقة تانية اللي هي بتنقعيه ساعة السحور، وبعد كده بتسيبيه مع نفسه لتاني يوم بالليل. الطريقة دي حلوة وجميلة. والقمر الدين مجرد ما تحط عليه المية السخنة مش بتلاقي طعم ولون وريحة. وجوزة الهند بتخمر اصلا في المية السخنة. لون المية زي ما احنا شايفين جميل جدا، وكل حاجة طرية واتنقعت، ومفيش اي حاجة عجنت بحالها، وفيها القرشة بتاعتها الحلوة. جربوه بالطريقة دي، حلوة قوي، هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وصوما مقبولا وافطارا شهيا.